بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن الربع جنيه، الربع جنيه الورقي والربع جنيه المعدني، وايه السعر ده وايه السعر ده وايه الغالي فيهم وايه اللي مش غالي فيهم. مبدئيا نتكلم عن الربع جنيه المعدني. ده ربع جنيه المعدني صدر في سنة 2008. من سنة 2008 لغاية دلوقتي ده الإصدارات بتاعته. طب سعره كام؟ ربع جنيه يا باشا، سعره ربع جنيه. ربع جنيه بيساوي ربع جنيه. ربع جنيه بيساوي ربع جنيه. ما تسمعش اي كلام بيتقال عن انه ب 300 جنيه و400 جنيه و500 جنيه والكلام ده كله كلام اونطه. الربع جنيه المعدني ده سعره ربع جنيه. الربع جنيه ده سعره ربع جنيه. الربع جنيه بيساوي ربع جنيه. في بقى منه اللي هو ايه اعلى شويه من قيمته، اللي هو ربع جنيه 2008. ربع جنيه 2008 وده سعره من 15 جنيه ل 20 جنيه. ليه ب 15 جنيه وليه ب 20 جنيه؟ عشان ده اول نسخه من الربع جنيه. ده بعد الايه؟ بعد الربع جنيه المخروم. بعد الربع جنيه المخروم صار النسخه دي في 2008. فنسخه 2008 الربع جنيه بتاع 2008 ده سعره من 15 جنيه ل 20 جنيه حسب حالته. ب 20 جنيه لو جديد كده بيلمع زي ده كده. ب 15 جنيه بقى لو في خربشه والحاجات دي. طب ليه هو ب 20 جنيه؟ عشان ده اول نسخه، فالناس اللي هي بتاخده بياخدوه نسخه تذكاري كده بيحتفظ بيها عشان هو اول نسخه صدرت. فبياخده ب 20 جنيه، ما بيزيدش عن كده، مش اكتر من 20 جنيه. هو سعره 20 جنيه ومش اكتر من 20 جنيه، اللي هو بتاع 2008. اما ربع جنيه 2009 ده سعره ربع جنيه. ربع جنيه 2010 سعره ربع جنيه. 2011 12 13 كل ده سعره ربع جنيه. اي ربع جنيه غير 2008 سعره ربع جنيه. ربع جنيه 2008 20 جنيه بس، ما بيزيدش عن كده. عشان ما تسمعش الكلام اللي بيتقال ان هو باكتر من كده. لا يا باشا، انا بقول لك على الحقيقه هنا. الربع جنيه 2008 سعره ما بيتعداش ال 20 جنيه. سعره 20 جنيه، اكتر من كده لا ما تسمعش. بالنسبه للربع جنيه الورقي ده، الربع جنيه الورقي ده اهو، ده سعره ربع جنيه برضه. سعره ربع جنيه. ربع جنيه بيساوي ربع جنيه برضه. في كلام بيتقال ان هو غالي. يا عم مش غالي. غالي ليه يا باشا؟ سعره ربع جنيه. الربع جنيه بيساوي ربع جنيه، لا فيه زيادة ولا فيه نقصان. يغلى امتى؟ قال اذا في حالة اذا كان رقم مميز. رقم مميز، الارقام هنا تبقى رقم مميز. لو في ده رقم مميز فيه، لو رقم مميز السبع ارقام ارقام مميزة، اصفار وحايد اتنينات تلاتات، كل ده بيبقى رقم مميز. بيتباع بقى، يتباع سعره اعلى من قيمته بكتير. لو رقم مميز، كل حاجة على حسب الرقم اللي فيها. يعني لو الرقم مميز بيتباع نسخة عالية وسعر اعلى. الرقم طالما مميز بيتباع بسعر اعلى. اما لو كده زي اللي في ايديا ده بيساوي ربع جنيه. ده قيمته ربع جنيه مش اكتر. خلاص، يبقى الربع الورقي ده سعره ربع جنيه. يزيد امتى؟ لو في رقم مميز. نيجي على ربع جنيه النهضة. ده ربع جنيه النهضة اهو. ده ربع النهضة يا باشا. ربع جنيه النهضة ده مقطع اهو قدامك، وحالته تعبانة وكفران. ده سعره كام؟ 20 جنيه. ده سعره 20 جنيه اهو. الربع اللي في ايديا ده عشان مقطع هو قديم سعره 20 جنيه. طيب انا معايا بقى ربع اهو يا باشا،
ربع جنيه النهضة حالة أنصر يعني ما تلمس أهو يا باشا. بص أهو، شوف الفرق بقى بين ده وده أهو. ده بص ما تلمس، بيخروش أهو، لسه طالع من البنك. طب ده سعره كام عشان لسه بقى طالع من البنك؟ سعره 100 جنيه. سعره 100 جنيه. انت لو معاك واحد زي ده بيتباع ب 100 جنيه. ليه؟ لان النسخة هي ما تلمس، سعره 100 جنيه. اما ده سعره 20 جنيه عشان ده انصر وده قديم. سعره 100 جنيه اهو. وادي الظهر بتاعه. فده سعره 100 وده سعره 20 جنيه. في ده بقى الربع جنيه الجمال ده. ده ربع جنيه الجمال اهو. ربع جنيه الجمال اهو. ده سعره كام؟ ده سعره 1000 جنيه على حسب حالته برضو. ده سعره 1000 جنيه اهو. ربع جنيه الجمال ده سعره 1000 جنيه. ليه؟ ليه سعره 1000 جنيه؟ عشان قديم والنسخة القديمة. البنك الأهلي، البنك الأهلي المصري، مش البنك المركزي أي حاجة. البنك الأهلي سعرها غالي. ده سعره 1000 جنيه. لو مقطع شوية أو كده بيعمل من 300 جنيه ل 400 جنيه. لكن زي ده كده سعره 1000 جنيه. اسمه ربع جنيه الجمال عشان مرسوم عليه الجمال أهو. دي جمال أهي أهي. سعره 1000 جنيه. يبقى دي أسعار الربع جنيه اللي اتكلمنا عنها. أسعار الربع جنيه. الربع جنيه الورقي بيساوي ربع جنيه. ربع جنيه النهضة لو حالة زي ده بيعمل 20 جنيه. حالة أنصر بيعمل 100 جنيه. ده حالة أنصر أهو 100 جنيه. ده قديم 20 جنيه. الربع الورقي بيساوي ربع جنيه. الربع المعدني بيساوي ربع جنيه. نسخة 2008 بتعمل 20 جنيه. ما بعد نسخة 2008 ربع جنيه بتساوي ربع جنيه. ربع الجمال 1000 جنيه. تمام. ده نص جنيه برضو ايه رمسيس، هنبقى نتكلم عنه برضو اهو. نص جنيه رمسيس ده سعره لو انصر 70 جنيه. اقل من انصر 15 جنيه، 10 جنيه، كل حاجة على حسب حالتها. لكن بالنسبة اللي في ايديا ده اهو، ده سعره 70 جنيه عشان انصر متلمس اهو. نص جنيه رمسيس اهو يا باشا. سعره ربع جنيه. سعره 70 جنيه انصر. نص جنيه رمسيس سعره 70 جنيه انصر. شوف الفرق بقى بين الحاجات الانصر والحاجات القديمة. ده الانصر اهو، وده انصر اهو، وده القديم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.